بص، انا عايزك تعتبر الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده رسالة موجهة ليك انت، او حتى اعتبره رد على التساؤلات اللي بتدور في دماغك ونفسك تتكلم مع حد فيها ومش عارف. مش كلام والله العظيم، بس انا حاسس ان ربنا هيكرمني وهيكرمك وهيوفقني ويوفقك للي انت محتاجه، وهيرزقني وهيرزقك رزق عظيم، ويفتح لنا جميع الابواب اللي مسدودة واللي انت مفكرها مقفولة في وشك والله هتتفتح لك بفضل الله عز وجل. بس انا عايزك لما تسجد لربنا تبقى انت عارف انت بتسجد لمين، لانك بتسجد لرب عظيم قادر يغير احوالك كلها لاحسن حال. بتسجد لرب قادر يرزقك بكل اللي بتتمناه وبكل اللي بيدور في دماغك. بتسجد لرب قادر يريح قلبك ويريح بالك ويريح كل حاجة بتدور في دماغك، ويهديك من كل حاجة، ويديلك كل الطرق اللي انت عايز تمشي فيها او اللي نفسك تمشي فيها، ويدلك للطريق الصح مش اللي بيدور في دماغك كمان، عشان اللي بيدور في دماغك ممكن ما يكونش هو الطريق الصح. القدر الجميل اللي مستنيك بيتاخد من ثقتك من ربنا، ومن كلامك اللي انت بتقوله، ومن افعالك اللي انت بتعملها عشان ترضي ربنا عز وجل. خليك عندك يقين تام باللي ربنا مديهولك، وكلم نفسك على طول بالكلام دوت، وربنا مخبي لك الخير وهيحصل عن قريب في اسرع وقت. صدقني الكلام اللي انا بقوله لك ده انا واثق فيه ثقة تامة. الكلام اللي انا بقوله لك ده قناعاتي انا الشخصية. الكلام اللي انا بقوله لك ده لو عملته والله لتلاقي الفرج عن قريب باذن الله، وهتدوق السعادة وتتمتع بلذة الوصول اللي انت عايزها، لان ربنا شافك وانت جواك كل خير، وشافك وانت تستاهل كل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.